وبإذن الله هيترد في أهل بيتك. في أهل بيتك هيترد. يا بنت اقعدي في أهل بيتك هيترد. وهيترد لك انت كمان في عيالك عشان ما بتدافعش عن بنت. طب ما البنت غلطانه ان هي لابسه عريان. ايوه زي ما سمعت كده. همشي معاك على الفرضيه دي لحد الاخر. اكتر من 75% من اللي بيتم التحرش بيهم في شوارعنا هم محجبات ومنقبات بالبنط العريض كده. المتحرش دايما غلطان ومفيش اي مبرر على القرف اللي هو بيعمله. احب اقول للمتحرش ده بالذات واتمنى انه يشوف الفيديو بتاعي، الفرق بيننا وبين الحيوانات ان الحيوانات في الغابه عندها غريزه بس محكومه بقوانين الطبيعه. الحيوان بيتحرك لما يجوع او لما يكون عايز يتكاثر في وقت معين. هل انت دلوقتي عايز تتكاثر في الاتوبيس؟ عايز تتكاثر؟ انت لا محكوم لا بعقل ولا بدين ولا بغريزه حيوان حتى. انت مريض بوساخه نفس ووساخه مخ. مكانك القفص مش في الشارع وسط الناس. المشكله الاكبر هنا مش في المتحرش لوحده، المشكله في الناس اللي كانت في الاتوبيس وشافت وسكتت، وبالاخص الراجل اللي ماسك سبحه. اتقي الله في السبحه اللي في ايدك. ربنا لما نزل ايه غض البصر بدا بيك انت الاول يا مؤمن، وقال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ربنا قدم يغضوا ابصارهم قبل يحفظوا فروجهم. الاخرس في الحق شيطان، والصمت على التحرش جريمه، والتحقيق اللي لازم يتفتح مش بس عشان الولد المتحرش ده، لازم يطول كل شاهد زور وقف يبرر للمجرم ده جوه الاتوبيس. يا كل اب ويا كل ام، زي ما المفروض تربوا بناتكم اللي هم يستروا نفسهم، لازم تربوا ولادكم ان البنت جسمها مش مشاع. ربوا ولادكم ان الرجوله هي اللي بتلجم الشهوه مش اللي بتجري وراها في المواصلات. بصراحه انا مش شايف ان البنت غلطانه ان هي صورته، بالعكس دي بطله. واي واحده حد بيتحرش بيها يا ريت تصوره وتفضحه. انا نفسي يتطبق في مصر عقوبه التشهير اللي موجوده في السعوديه، ان اسم المتحرش وصورته يتنشروا في الجرايد وعلى السوشيال ميديا وعلى حسابه الخاص عشان يدفن بالحياه. الفضيحه هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي الناس يسكتوا، هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي المسعورين يخافوا. خلصت الحلقه بس القرف لسه ما خلص. طول ما في حد بيقول اصلها كانت لابسه ايه. يوسف ماي سون I love you. السلام عليكم.